اسمع نطق الكلمة دي كده. طب اسمع نفس الكلمة كده. the other. الله، ازاي في المشهد الاولاني اتقالت ذا وفي المشهد الثاني اتقالت ذي؟ بص يا صديقي، بمنتهى البساطة هقول لك الموضوع كله في اقل من دقيقة. اولا احنا بنقول لها ذا عادي جدا، ذا كار. لكن ذا لو الكلمة اللي بعدها بدأت بصوت متحرك، وركز معايا اني بقول صوت متحرك وليس حرف متحرك، بنقولها the. فبنقول the and, the answer, the other, the apple. خلي بالكم الكلمة دي بتخدع، لأن أولها شكلا حرف اليو حرف متحرك، لكن صوته مش متحرك، لأننا بنقول you university. لذلك الكلمة دي بنقولها the مش the، فبنقول the university. آخر حاجة بقى يا صديقي، إنه ممكن the تقولها the حتى لو الكلمة اللي بعدها مش بدأت بصوت متحرك، ودي في حالة التأكيد. مثلا أنا قلت لك I bought the red car، فأنت عايز تأكد على الكلام فتقول لي The red car. The other.